السلام عليكم. أستاذ سعد من تونس، سيد محمد من تونس. وأعتقد أكو ناس شايفين أستاذ سعد أو ما شايفين. أستاذ سعد له سلسلة حلقات مع الشيخ أحمد يحيى، كانت هذه الحلقات يعني لها طابع خاص ولها تأثير خاص، وبالتالي هو راد أنه يعيش هذه الأجواء، وأجا من تونس خصيصا إلى العراق حتى يعيش هذه الأجواء. وهي حسب ما ذكر لي أستاذ سعد أنه هي بالصدفة. أيضا لقائي وياهم كان بالصدفة سبحان الله. مجرد أنه عرفت أنه دخل للعراق، تواصلت وياه، راسلته، كان بيناتنا حديث لكن ما حددنا موعد. سبحان الله، أمام مرقد الإمام العباس عليه السلام التقيت بأستاذ سعد وسيد محمد. أولا رحب بيك ببلدك الثاني وبين أهلك أستاذ سعد، وأيضا سيد محمد الله يحفظكم إن شاء الله. تشرفنا اللي شفت شنو اللقاء وشلون هذه الصدفة الحلوة اللي صارت؟ والله هي أسئلة تستوجب بودكاست. صحيح. يعني كل شيء هون استثنائي، من المشاهد الاستثنائية التي تراها من كبار السن الذين يمشون، من صغار السن، من الصدفة الجميلة التي حدثت أمام مرقد العباس. يعني حتى قصة هذا الباج، يعني دولنا العربية ليست معروفة بسرعة إداراتها، ولكن هنا في العتبة العباسية سبحان الله تم إعداد هذه الباج بسرعة البرق. فشكرا للعتبة العباسية وشكرا لهذا البلد الجميل الذي استضافنا واستضاف الملايين ويستضيفهم كل سنة. والشكر لله. الله يحفظكم. أنا خادم مولاي يستضيف. أنا اللي فتني والله العظيم إنه هاي الصدفة، ما كنت إنه أتوقع. صحيح إنه كانت تتواصل بس ما كنت إنه أتوقع نلتقي، وبالتالي اليوم التقينا، وإن شاء الله يكون بلدك وبلد سيد محمد العراق وأنتم بين أهلكم وناسكم. نتشرف بكم وبوجودكم، وشكرا جزيلا على هذا الوقت اللي أخذناه. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا سيد، ممنونين.